ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلص والعيد خلص، وحابه اقول لكم ان انا بصور الفيديو ده واللابتوب بتاعي باظ بعد اول اسبوع تقريبا كده في رمضان، فعشان كده معرفتش ان انا اصور لكم اي يوتيوب فيديو ولا اعمل له اديتنج ولا اي حاجه. بس المهم انا باك. اللابتوب ما اتصلحش، بس قلت هصور الفيديو بتاع النهارده، ولما يتصلح عشان الفيديو يكون جاهز اعمل له ان شاء الله اديتنج على طول وانزله يوم ما اللابتوب يرجع لي باذن الله. النهارده جايه اتكلم معاكم في توبيك بعد ريسيرش وفيديوز. ويا جماعه لما بقول لكم ريسيرش مش بيبقى ريسيرش اللي هو انا قاعده بدور في البيبرز، لا، انا بتكلم اللي هو بتفرج على فيديوز على يوتيوب كتير، بسمع بودكاست كتير. بس انا الفتره اللي فاتت اخر مثلا 4 5 6 سنين في حياتي كان بيجي لي صحاب وبخسرهم، بيجي لي ناس ونبعد عن بعض. كان في حياتي ناس مثلا من المدرسه وبعدنا عن بعض. انا واحده بتعلق جدا 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 بالبشر وبصحابي، وبحب السيركل بتاعتي جدا، وببقى متعلقه حتى لو مش بشوفهم، ببقى بكلمهم 24 ساعه، وبيبقوا هما بالنسبه لي كل حاجه. فبالنسبه لي خساره حد صعبه جدا 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 عليا، وللاسف مريت بالموقف ده كتير قوي الفتره اللي فاتت، وكانوا اقرب الناس في حياتي، الناس اللي انا كنت متخيله ان عمري في حياتي ما هخسرهم. عارفه ان اكيد في مننا كتير جدا بيمروا برضو بنفس اللي انا بتكلم فيه. فالنهارده هقول لكم على اكتر 6 حاجات فادوني في الحته دي، وازاي خلوني ان انا اتغلب على خساره الناس اللي كانوا في حياتي. هقول لكم كل التفاصيل وهرغي معاكم في كل الكلام ده عشان يمكن الفيديو ده يساعد حد. ده طبيعي، دي مش حاجه وحشه، وده مش معناه ان انتوا وحشين، لا، دي حاجه عاديه جدا. فتعالوا اقول لكم على ال6 حاجات جمعتها لكم كده مع بعض، وهقول لكم عليهم ازاي ساعدوني ان انا اتغلب على فقدان شخص او صديق ما. اول حاجه، ودي ممكن تكون من اصعب الحاجات اللي احنا بنمر بيها، هو ان احنا بنكون مش عايزين نفتكر لاي حد اي حاجه، وعايزين الصديق ده او الشخص ده ان احنا عايزين نمحيه من ذكرياتنا. انا مش عايزه اعرف عنه حاجه، انا مش عايزه اشوفه، انا مش عايزه اتكلم عنه، عايزين بجد ننساه. وعلى فكره عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا كده كده بني ادمين، ومع الوقت فعلا بني ادم بينسى بشكل كبير. بس هنا بقى انا هقول لكم على حته مهمه جدا، هو ان انتوا قدروا الاوقات الحلوه اللي معاك. ليه؟ عشان دي هتهدي من ناحيه، مش هقول كراهيه عشان كراهيه ده احساس ضخم جدا، بس هتهدي شويه من احساس اللي هو انكم مش طايقين تسمعوا سيرته. فقدروا بجد، افتكروا كل المواقف الحلوه اللي بينكم. كيب ان مايند ان انا هنا مش بتكلم عن الناس اللي اذتكم، انا بتكلم عن الناس اللي ممكن يكون حصل مشاكل ما بينكم، حصل ميس كوميونيكيشن والدنيا بعدت، او بعدتوا حتى من غير مشاكل. فكلامي هنا مش بيتوجه على شخص اذاكم نفسيا او تعبكم او عمل لكم مشكله نفسيه، انا بتكلم على العلاقات العاديه. المهم عايزين دايما نفتكر للشخص ده الحاجات الحلوه اللي ما بيننا، عايزين نفتكر الذكريات الحلوه. حافظوا على العلاقه، لو شفتوا الشخص ده في مكان من الاماكن سلموا عليه بمنتهى الحب والود والاحترام. عارفه ان انت مثلا صاحبتك، ودي حصلت معايا، انت كنت عارفه كل حاجه عنها، وانت اول واحده بتكوني عارفه كل حاجه عنها، وفي مكان ولا حاجه وتشوفيها بالصدفه، بتحسي لا انا ما اعرفهاش دلوقتي، انا ما اعرفش هي فين، هي مخطوبه، هي متجوزه، هي بتعمل ايه في حياتها، ما اعرفش عنها اي حاجه. وساعات بجد دي اكتر حاجه بس انا بحس بيها، انا بجد ببقى عايزه اروح اسلم عليها بنفس الحب اللي انا كنت طول عمري معاه، اللي هو مثلا فور اكزامبل اسمها مريم مثلا، وانا طول عمري بقول هي مريم عامله ايه، فبحس ان انا بدخل بعشم قوي، وهي بتبقى واقفه كده شويه اللي هو لا خلاص علاقتنا ما بقاش فيها اصلا انك تدلعيني وادلعك، علاقتنا بقت سطحيه بشكل كبير جدا، او حتى اصلا ما فيش علاقه والعلاقه اتقطعت. حافظوا على الود والاحترام والعشره والذكريات الجميله اللي ما بينكم، وصدقوني هتدخلوا في حته فيها سلام نفسي كبير جدا، ان الشخص ده هو مش وحش، هو بس حصل ميس كوميونيكيشن ما بينكم، عشان بجد والله هتفرق معاكم بشكل كبير جدا، وانتوا اللي هتستريحوا وهيبقى فيه تسامح، وانتوا هتقبلوا بالامر الواقع ده بشكل رهيب. فجربوا الحته دي، هي مش سهله، وعارفه ان بيفضل دايما الواحد حاسس ان هو بس احنا كنا اصحاب، بس انا كنت انتمتها، هي ازاي مثلا بعدت عني، او ازاي انا اللي باقي عليها وهي مش باقي عليا. كده كده مع مرور الوقت ومع ان الوقت بيعدي هتنسوا اصلا، وهقول لكم هيبقى شخص فعلا في الذكريات بتاعتكم انتوا شايفينه شادو، شايفين حاجه كده فتره من فترات حياتكم، بس مش هتبقوا فاكرين المواقف بعينها او فاكرين الديتيلز اللي كانت ما بينكم. تاني حاجه، لو سيره صاحبتك جت قدامك، يا ريت هنا ما نتكلمش عنها بشكل وحش خالص، احنا عايزين نقطع سيرتها تماما، لا تتكلمي عنها بحلو ولا تتكلمي عنها بوحش. ولو حد جه سالك عنها، الدنيا كانت حلوه ما بيننا، بس الظروف الحياه حصلت، كل واحد راح في حته، احنا وي دريفتد ابارت، اللي هو يعني بعدنا عن بعض، الدنيا ما بقتش زي زمان، كل واحد اختلف، وجهات النظر اختلفت. ولكن حتى لو حصل ما بينكم مشكله، ما تقعديش تحكيها لحد، عشان كل مره هتبقي بتحكيها شعورك اللي جواكي هيبقى زي كانه اول مره، هتدخلي نفسك، جسمك ونفسيتك في المود بتاع الموقف اول لما حصل، وهترجر حاجه مش عايزين ان احنا نترجر اصلا. ثالث حاجه،
لو الشخص اللي انتوا بتتضايقوا منه ده، او يعني كان في ما بينكم علاقه، مش هقول بتتضايقوا منه كحاجه وحشه ما اذاكوش زي ما بقول، بس مثلا حاسه ان انت بتعرفي اخباره من السوشيال ميديا، اللي هو ايه ده، انا كنت ببقى عارفه اخبارك اصلا، انت كنت تيجي تكلميني اول واحده وترفعي عليا سماعه التليفون وتقولي لي اخبارك، او ما انا اعرف اخبارك كده من على السوشيال ميديا. حاجه بتضايق جدا جدا. فبجد يا جماعه هنا هقول لكم ريموف ذم فروم يور سوشيال ميديا. انستجرام ده بقى اختراع ان كمان مش كده وبس، انتوا ممكن تعملوا انفولو وريموف فولور. خلاص يا ستي، ولا اعرفك ولا تعرفيني ولا في علاقه ما بيني ولا علاقه ما بينك، انا لا عايزاكي تعرفي حاجه عن حياتي ولا انا عايزه اعرف حاجه عن حياتك. هي فعلا مش تعرف اي حاجه، بل وبالعكس بجد يا جماعه هم بجد هينسوك. انا اصلا الناس اللي انا بشيلهم من عندي على السوشيال ميديا لو شفتهم في الشارع بحس لو نهار ابيض ده انا نسيت اصلا ان الشخصيه دي موجوده. فبجد شيلوا الناس اللي انتوا بيضايقوكوا، او لما بتشوفوا الحاجات بتاعتهم بتتضايقوا بتعملوا سكرين شوت وتبعتوها لاصحابكم، شيلوهم من على السوشيال ميديا. خلي بالكم ان هنا برضو في نوعيه من الاثنين، انتوا هتشيلوهم على فكره من حبكم فيهم، عشان انا مقهوره انا متضايقه ان انا بعرف اخبارك من على السوشيال ميديا. وفي ناس بجد هم بجد بيبقوا مش فارقين لكم، اللي هو هم عندكم على انستجرام اصلا ممكن تبقوا بتاعتوا الستوريز بتاعتهم كده، لا خلاص انت مش فارقه لي بربع جنيه، فعلا انا مش عايزه اعرف حاجه عنك ومش فارق لي، والستوري بتاعتك مش فارقه لي وزيك زي اي حد عندي. بس بجد لو في حد بيضايقكم شيلوهم من على السوشيال ميديا، وانتوا شيلوا نفسكم من عندهم، اعملوا لهم ريموف فولور، ولا هم يعرفوا حاجه عنكم ولا انتوا تعرفوا حاجه عنهم. سيبوا العلاقه طيبه وخلاص. رابع حاجه، سامحوا يا جماعه. حتى لو حسيتوا ان الشخص اللي انتوا خسرتوه ده اتاذيتوا منه، انا بقى بجد هقول لكم حاجه، انسوا وتناسوا. يعني اللي هو potentially حاولوا ان انتوا تنسوا، ومش هقول لكم سامحوا، بس سيبوا حقكم يرجع لكم عند ربنا، او بجد شوفوا الدنيا بتلف 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 وحقكم هتشوفوه قدامكم، وشيلوا الموضوع من دماغكم. عشان هنا انتوا اللي بتشيلوا، اللي هو زي ما بيقولوا كده، انتوا بتشيلوا حمل تقيل على قلبكم جواكم لو ما سامحتوش. كل ما هتشوفوا الشخص ده هتحسوا باحساس وحش من جواكم. هنا الخطوه دي انا بقولها عشانكم مش عشان اي حد تاني. الشخص التاني يا جماعه عايش حياته ومبسوط ورايح وراجع، خلاص هي موفد اون وذ هيز لايف، وانتي قاعده هنا بتاكلي في نفسك. لا يا جماعه، انسوا وعيشوا حياتكم وخلاص. وزي ما بقول لو بجد الشخص ده اذاكم وضايقكم وزعلكم في حياتكم، ما تسامحوش، بس انسوا وسيبوا حقكم ويجيلكم من عند رب. الخطوه دي مهمه جدا عشان نفسيتكم انتوا، تحسوا لو في حاجه تقيله على قلبكم. ولكن لو اديتوا الفرصه ان انتوا خلاص تلات جو، خلاص انتوا بجد اللي هتستريحوا، في عبء كبير جدا من جواكم هيتشال. خامس حاجه، تقبلوا فكره ان مش لازم يبقى فيه طرف صح وطرف غلط. في ناس بجد الحياه ما بيننا بتمشينا، بيحصل ان كل واحد بيكبر، اهتماماته بتختلف، طرق تفكيرنا بتختلف، فطبيعي ان احنا نكبر، وطبيعي ان احنا فكرنا يختلف، وطبيعي ان كل واحد يبقى بعد ما كان بيفكر بشكل معين بقى بيفكر بشكل تاني. فبجد تقبلوا الحته دي جدا. فبالتالي الحياه بتاخدنا، وكمان كل واحد بيبقى عنده دنيته، فبجد مش لازم دايما يبقى في طرف صح وطرف غلط. لا، تقبلوا فكره ان بجد هو ما حصلش حاجه. مش لازم تطلعوا الشخص اللي قدامكم وحش في حاجه عشان نفسيتكم تستريح. لا عادي، تقبلوا والحمد لله، والحياه اخدتنا مش حاجه وحشه، بالعكس دي احلى حاجه في الدنيا ان انتوا تتقبلوها، عشان يوم لما بجد هتقابلوا الشخص ده هتقابلوه بمنتهى الحب وبمنتهى الود، وتسلموا عليه وانتوا مبسوطين. ولما هتكونوا بتتكلموا عليه تقولوا بجد يا بنتي دي كانت من اقرب الناس ليا فتره من فترات وانتوا مبسوطين، بس الحياه اخدتنا مش اكتر ولا اقل. فتقبلكم للحته دي هتفرق معاكم برده بشكل كبير جدا. سادس حاجه واخر حاجه، وعارفه انها ممكن تبقى صعبه شويه وبجد اخدت مني مجهود كبير وممكن تكون اخدت مني سنين عشان اعملها، لازم برضو تبقوا عارفين ان لو انتوا اذيتوا حد او ضايقتوا حد او غلطتوا في حق حد، لازم ان انتوا تبقوا وصلتوا لمرحله ان احنا كبرنا، ان احنا نروح نعتذر للشخص اللي قدامنا. اعتذاركم للشخص اللي قدامكم عارفه انها مش خطوه سهله، وعارفه انها بتكون تقيله علينا كلنا، بس اعتذاركم ده انتوا بتعملوا كل الخطوات دي عشان نفسكم قبل ما يبقى عشان اللي قدامكم، بس عشان احنا برضو مش عايزين نكون بنظلم حد. لو حتى يا جماعه عدى سنه وانتوا غلطانين في حق حد، او حاسين حتى لو مش غلطانين بس حاسين ان اللي قدامكم في مس كوميونيكيشن حصل، وفي عدم تفاهم حصل، وفي ان هو وصل له الموضوع بشكل غلط، وفي ان كان في كلام في النص بيوصل ما بين ده لده، ودي قالت وده قال وده عمل ودي قالت، فالموضوع فيه حته كده مش مفهومه وحته كده واقعه وحته محتاجين ان انتوا تاكسبلين يور سيلف بيها. يا جماعه روحوا كلموا الشخص ده، دلها ان انت عايزه تتكلمي معاه، اطلبي منها ان انتوا تنزلوا، اطلبي منها ان انتوا تتكلموا، او لو انت عايزه تاند الموضوع من غير ديبيت ومن غير كونفرسيشن، ادخلي على واتساب تكست مسج، انا بجد بس كنت عايزه ابعت لك اقول لك ان انا اسفه، انا بجد عارفه ان انا غلطت في حقك وما كنتش حابه ان انت تبقي زعلانه مني، ما بطلبش ان الموضوع يرجع ما بيني وما بينك زي الاول، كل اللي بطلبه بس ان انت تقبلي اعتذاري، عشان مش عايزاكي ان انت تكوني زعلانه مني ولا شايله مني، وربنا يوفقك في حياتك وبس.
او بتطلبي ان بعد اذنك كنت عايزه ان احنا ننزل مع بعض عشان ننزل نتكلم. طب انا كنت مش فاهمه برضو انت ايه اللي مضايقك، فمحتاجه ان انا انزل اتكلم معاكي ونتناقش ونوصل لحل وسط. عارفه ان الخطوه دي تقيله، بس صدقوني بعد الخطوه دي ردوا ما ردوش جوه اللي هو انا مستريحه جدا الحمد لله. انا كده توصلت ان انا خلاص انا فعلا مش غلطانه، حتى لو انا اللي غلطانه مثلا وطلبت منها ان احنا ننزل نتقابل وهي ما وافقتش، انا كده عملت اللي عليا، انا كده رضيت ضميري، انا كده الحمد لله الحمد لله قدام ربنا حاولت ان انا ادي للشخص مثلا انا غلطت في حقه وان انا اعتذر له وهو اللي ما قبلش. فهنا انا بوكل امري لربنا واللي هو خلاص يا رب شيل فلانه بقى من قلبي، انا وهي كنا اصحاب بس خلاص. وبجد صدقوني بعد الخطوه دي بتحسوا عارفين زي ما بيقولوا الاجانب اللي هو اتس ا كلوجر، حصل قفله للموضوع. ناس كتير مننا بتزعل اللي هو تقولي يا بنتي ده ما حصلش ما بيني وما بينها حاجه، بجد ما حصلش ما بيني وما بينها حاجه، انا بس كنت محتاجه اعرف هو ايه اللي حصل، انا بس محتاجه اعرف هي ايه اللي غيرها معايا. بس في الاخر بتحس اللي هو لا this is the closure، هي دي الختمه ان انتوا تستاهلوها، ان انتوا تمشوا زي ما بيقولوا وانتوا راسكم مرفوعه، ما غلطتوش في حق حد. وحتى لو غلطتوا احنا كلنا بني ادمين وبنغلط عادي، ولكن واجب علينا ان احنا نروح نعتذر ونعترف بغلطنا. اللي قدامنا ما قبلش، اللي قدامنا ما ردش، بعد كده بجد صدقوني انتوا فعلا بتحسوا لا خلاص it's over it's done، الشخص ده صفحه واتقفلت وخلاص. بجد بعد الفيديو ده لو انتوا في حد جه في بالكم طول ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده ابعتوا وروحوا كلموه لو انتوا ما اتكلمتوش اوريدي، وهتحسوا فعلا ان لا خلاص انا كده عملت اللي عليا وزياده، انا كده ما غلطتش في حق حد. والله العظيم هتحسوا براحه نفسيه كبيره جدا. خليكم برضو عارفين ان دي الحياه، بنقابل ناس وبنخسر ناس وبنقرب من ناس وبنبعد عن ناس، وفي الاخر السيركل بتاعتنا ممكن تصفصف على 2 3 ماكسيمم، واهلنا وعيلتنا هم دول الناس اللي باقيين لنا. يا رب بجد عمر ما اي حد يخسر حد يكون هو بيحبه ولا حد هو متعلق بيه، عشان من اصعب الشعور في الدنيا وit takes a lot عشان الواحد يموف ان او يتخطى فقدان بالذات صديق عزيز. فقدان الصديق دي من اصعب الحاجات اللي وجعتني في حياتي وضايقتني. بس كده يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو في اي فيديوز تانية حابين ان انا اتكلم عليها اكتبوها لي تحت، وان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.